السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. تعالى نعمل بقى طاجن محشي بالكوسة والبتنجان والفلفل، معاهم دبابيس فراخ بطريقة تحفة. معانا هنا 3 معالق زيت كبار، عليهم معلقتين كبار سمنة. هننزل بالبهارات بتاعتنا الاول: معلقة كبيرة فلفل اسود، كمون، كزبرة، بابريكا، قرفة، جنزبيل، ومكعبين مرقة. كل البهارات دي هنحطها وهنقلبهم، نشوحهم كده مع الزيت والسمنة يطلع لهم ريحة حلوة كده. بعد كده هننزل ببصل مفروم، حوالي بصلتين كبار، عشان احنا هنعمل كمية تسبيكة محشي حلوة، يعني هنستخدمها في الأكل وهنشيل منها. بصلتين كبار أو 3. معانا هنا معلقة هريسة وقرن فلفل حار. هنضيف معلقتين كبار صلصة طماطم. أهم حاجة نشوح كويس البصل مع البهارات مع الفلفل. بعد ما ضفنا معلقتين الكبار صلصة الطماطم، هنضيف معلقة كبيرة سكر، وهنشوح المكونات دي كلها سوا. واول ما نلاقي ريحة الصلصة طلعت، هنضيف عصير الطماطم. طبعا بقى هنعمل عصير طماطم كمية حلوة. الكمية دي هنستعملها، هنعمل بيها المحشي ونشيل منها. هنضيف بقى حزمة شبت وحزمة بقدونس وحزمة كزبرة، هنغسلهم ونقطعهم وهنضيفهم مع التسبيكة بتاعتنا وهنسيبها تتسبك براحتها خالص. تعالوا بقى نجهز الدبابيس بتاعتنا. اهم حاجه زي ما احنا شايفين مغسوله كويس بالدقيق والملح والليمون، وفتحتها بالمنظر ده. تعالوا بقى نعمل لها خليط هتبات فيه ومحلول عباره عن ميه ومعلقه كبيره ملح ومعلقه كبيره سكر هتبات فيه. بصوا نزلت كل اي دم متعلق فيها او في العظم هينزل بعد ما نقعتها وصفيتها. تعالوا بقى نتبلها. هنضيف معلقه ملح، فلفل اسود، ومعلقه بهارات مشويات. بس كده هنسيبها في التتبيله دي لمده ساعتين. تعالوا بقى نشوف التسبيكه بتاعتنا بعد ما اتسبكت. بسم الله ما شاء الله. عايزين ناخد الجزء اللي في الوش اللي فيه الماده الدهنيه اللي هتظبط لنا بقى تسويه المحشي. هناخد حبه كده هنشيلهم عشان تسويه المحشي، والباقي شلنا في اكياس زي ما احنا شايفين. الجزء بتاع المحشي بتاعنا هنجيب بصلايه هنضيف عليها ملح وفلفل اسود وبهارات محشي، هندعكهم كويس بايدينا. وبعد كده هنضيف عليهم الخضره. هنكون مجهزين الرز. طبعا الرز انت بتعمليه على قد كميه المحشي اللي انت عاملاها. طبعا هتضيفي الرز على قد كميه المحشي اللي انت عاملاها. هنقلب المحشي كويس كده. التسبيكه بتاعتنا بقت جاهزه. بسم الله ما شاء الله. ضفنا عليها الصلصه وظبطناها. هنحشي معانا الفلفل والباذنجان والكوسه. تعالوا بقى نجهز الميه اللي هنسوي بيها المحشي. زي ما احنا شايفين ضفنا الجزء اللي شايلينه من التسبيكه اللي انا وريته لكم. هنضيف عليه ملح وفلفل اسود ومكعب مرقه، وهنظبط طبعا الطعم. اهم حاجه يكون الطعم مظبوط. شايفين تسبيكه المحشي اللي شلناها عامله ايه في خليط السوا. هندي صدمه للدبابيس. هنضيف معلقه سمنه معلقه زيت، وهننزل بالدبابيس اللي احنا متبلينها، وهنضيف ورق لورا ومستكه وحبهان. هنضيف ربع كوبايه ميه عشان بس الدبابيس تاخد معانا سوا بسيط. هي هتكمل سواها في الطاجن مع المحشي. هنرص اول طبقه من الطاجن محشي، وبعد كده هنحط في النص الدبابيس، وبعد كده هنغطي الدبابيس بباقي المحشي زي ما احنا شايفين. جربوا الطريقه دي للمحشي تحفه، طعمه مختلف تماما بجد. لو جربتوه مش هتبطلوا تعملوه. تعالوا بقى نسقي المحشي عشان السوا. طبعا هنحط الميه لنص الطاجن بس وهنغطيه وندخله الفرن. تعالوا نعمل الطاجن التاني زي ما احنا شايفين. هنحط برضو الدبابيس في النص وهنغطيها بالمحشي.
وهنسقي المحشي بميه السوا بتاعته اللي احنا مجهزينها لحد النص برضو، وهنغطيه بورقه فويل وهندخله الفرن. بصوا بقى على الجمال بعد ما طلع من الفرن، بسم الله ما شاء الله، ريحه وطعم تحفه. جربوا الطريقه دي للمحشي، مش هتبطلوا تاكلوه بالطريقه دي، بجد جميل جدا ومستوي ودايب وطعم مختلف. لو اول مره تشوفوني متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شايفين الفراخ دايبه ازاي؟ بجد دايبه، يعني انا لو مسكتها بس هي سخنه جدا هتلاقيها نزلت من العظم، فجميله جدا. جربوها وقولوا لي رايكم، واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل، والسلام عليكم ورحمه الله.